بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابنا الكرام، يعني أنا آسف إن أنا اتأخرت، معلش. آه يعني أنا آسف اتأخرت عليكم جدا 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 جدا، سنة تقريبا وده كتير. أنا آسف والله. بس يعني سبحان الله، الواحد لما يفكر في الموضوع يلاقي ان كل ترتيبات ربنا سبحانه وتعالى خير. تأخير كان خير، العطل اللي اعطلتها في نص برضو كانت خير. سبحان الله والله، خير كبير، خير كبير قوي 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 قوي. اللي حاصل احنا يعني انا بعد التأخير ده كله، يعني انا بفكر دلوقتي بعد التأخير ده كله هو المفروض يبقى فيه ايه؟ يعني هو انا دلوقتي لما اتأخرت ده إيه التأخير ده؟ يعني انا بقى لما ارجع انا المفروض ارجع اعمل ايه؟ واللي فات ده كله انا اتعلمت منه ايه؟ والله انا هقول لك حاجه. انا شخصيا كمحمود، يعني انا الفتره اللي فاتت لما بدانا معلش هتفرج، كان الموضوع كله ليه علاقه بازاي حياتي كانسان مسلم تتغير من كوني الدنيا بالنسبه لي مدربكه وبايظه ومش عارف اعمل ايه، وبحاول اعمل كل حاجه كويسه، بس الدنيا برضو لسه مش ماشيه معايا كويس. آه، زائد ان انا ارجع احسن علاقتي بربنا سبحانه وتعالى. يعني هي معلش ان الدنيا بايظه عشان انا علاقتي مش كويسه بربنا سبحانه وتعالى. هو ده الفكر بتاع معلش هتفرج. بس خلينا نسال بقى نفسنا، اصلا السؤال ده مهم جدا والله. هو انا ليه بمعلش نفسي؟ يعني هو انا ليه اصلا وصلت مرحله ان انا بقول لنفسي معلش؟ ده شيء مهم جدا لازم اخد بالي منه. يعني انا لازم اخد بالي كويس قوي، هو انا ليه بقول لنفسي معلش؟ يعني هو انا اصلا الدنيا مش مفتوحه معايا ليه؟ ما هو ده سؤال. لو انا مش واخد بالي منه يبقى عندي مشكله كبيره. يعني انا بقى عندي مشكله كبيره قوي. هو انا ليه الدنيا مش فاتحه؟ وليه بمعلش نفسي؟ وليه حاسس ان الدنيا بايظه وانا ما عندي مشاكل؟ وازاي؟ ومع اني بحاول وبجتهد. اقول لك انا بقى حاجه، يعني انا خدت بالي منها من فتره يعني في الفتره بتاعت السنه اللي فاتت دي. اولا السنه اللي فاتت دي يعني الحمد لله ربنا سبحانه، والله الحمد لله رب العالمين، سبحان الله يعني. ربنا سبحانه وتعالى اكرمني كرم كبير جدا كويس، وعملت حاجه يعني انا ما كنتش متخيل اني اعملها في حياتي. قبل ما يعني ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويمن علينا والله، او عليا يعني. ف خليني بس نبدا بقى، يعني نبدا انا وانت كده نتناقش او نفكر ونتكلم. هو انا مشكلتي فين؟ يعني انا ليه بمعلش نفسي؟ ليه على طول حاطط نفسي في حته المعلش؟ وانا صابر وانا راضي وان شاء الله خير وتمام والدنيا بتمشي. تعالى بقى نحط نفسنا. ليه بمعلش نفسي؟ نمره واحد، ليه ما بتفرجش وانا بمعلش نفسي؟ يعني انا شايف ان انا راضي وصابر كويس على الابتلاءات وعلى الصعوبات وعلى حاجات كتير قوي، ولسه بمعلش نفسي. ده مهم. يعني دي بوينت مهمه جدا، او دي نقطه مهمه جدا محتاجه المها دلوقتي. افهم هو انا مشكلتي فين. انا كمحمود طبعا، يعني انتوا كلكم اهل فضل وربنا يبارك فيكم يعني. طيب، فنبدا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بص يا جميل، خليني انا وانت، عشان الفتره اللي فاتت دي انا شفت حاجات انا ما كنتش متخيل ان انا ممكن الاقيها في حياتي. يعني انا مثلا عشان اقف في الشارع مع حد مسلم اسمه محمد، حصلت. ربنا يهدينا ويهديه. عنده 17 سنه تقريبا، 16 17 سنه، مش حافظ الفاتحه. ما يعرفش ايه الفاتحه يعني والله. يعني بنتكلم عادي بنهزر وبنضحك يا صاحبي وبتاع ومش عارف ايه. وبعدين بقول له طب الدعاء بقى اللي احنا بندعيه في الفاتحه 17 مره في اليوم، بنقول ايه؟
ابو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات. الفتحه حبيبي، فتحه اول صفحه في المصحف رقم 1 بعد الجلده كده. لا مش موجوده. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه، تعالى فكر برضو معايا. هو انا بقالي قد ايه مسلم؟ يعني دي حاجه مهمه جدا لازم اخد بالي منها. هو انا بقالي قد ايه مسلم؟ يعني انا وانت، انا مثلا بقالي قد ايه مسلم؟ بقالي سنين. مش لازم اقول لك انا سني كام عشان هتتخض. انا بقالي كتير مسلم، وانت بقالك كتير مسلم. السؤال بقى، هو يعني ايه مسلم؟ يعني ايه اسلام؟ يعني كلمه اسلام دي معناها ايه؟ انا يعني اكاد اجزم ان لو مشينا في الشارع هتلاقي ناس كتير هي واخده الاسلام كفكره. يعني انا مسلم فعشان قلت لا اله الا الله محمد رسول الله فانا مسلم. تمام. فده انا كده تمام. ايوه. يعني ايه مسلم؟ يعني ايه بقى؟ ايه اللي خلاك، ايه اللي سماك مسلم؟ يعني ليه مسلم؟ يعني ايه مسلم؟ اسلام يعني ايه؟ تعالى يعني نبدأ الموضوع بالراحة خالص خالص خالص، يعني بالراحة جدا. هو انا دلوقتي في الظروف اللي حاصلة في اليومين دول، يعني ربنا يعني يعافي كل اهالينا، اذا كان في فلسطين ولا في السودان، كله يعني كل الامة المسلمة يعافيها يا رب. آه تعالى شوف الناس العزل. والله انا مش بضرب بيهم مثل عشان حاجه، بس عشان ما حدش يفتكر حاجه. انا بضرب المثل هنا عشان اوريك بوينت نقطه مهمه. الناس العزل اللي خارجين في المستشفيات مثلا لما اتقال لهم اتحركوا من هنا لهنا مثلا، خارج عامل ايه؟ رافع ايده، ماسك رايه بيضه، ماشي، مش عايز حد يضايقه يتعبه. ليه؟ الراجل استسلم. ليه؟ لان في قوه قهراه، تعباه. في قوه فوقيه اقوى منه بكتير جدا بالنسبه له. هو كانسان مدني اعزل كويس، هو مش عارف يعمل ايه. تمام. فانا الطبيعي بتاعي انا ست تعبانه، مش عندي سني قد كذا، او طفل صغير او او راجل مش قادر يعمل حاجه. فهو بالنسبه له الطبيعي انه يستسلم. ليه؟ عشان ما احطش نفسي في حته صعبه، يعني ما بهدلش نفسي. فين؟ فاهم الفكره؟ فكلمة اسلام ان انا ابقى مسلم، هو انك تسلم لقوة اكبر منك بكتير جدا، بكتير. يعني انا مسلم ان انا ما بعرفش اعمل حاجة خالص، ومش هعرف اعمل حاجة خالص خالص كويس، غير ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يقول لي اعمل كذا فاقول له حاضر، ويقول لي ما تعملش كذا فاقول له حاضر. ده فكر المسلم. فكر المسلم انه يبقى حرفيا يعني عبد. ما هو تعالى بس عشان بس ما تزعلش من كلمة عبد. هو ما ينفعش تزعل، لا انا ولا انت ينفع نزعل. خلينا نبدأ من بسم الله الرحمن الرحيم كويس. في الفاتحة، والله الفاتحة انا وانت بنقراها تاني 17 مرة في اليوم. لو انا محافظ على 5 صلوات في اليوم، انا بقراها 17 مرة في اليوم. خليك معايا كده وركز انا بقول ايه في الفاتحة. ببدأ بسم الله الرحمن الرحيم، واقول الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد والشكر والثناء وكل حاجة لله بس، مش لحد تاني، مفيش حد معاه. وبعدين بعديها رب العالمين. وهناك فرق كبير ما بين ربنا سبحانه وتعالى رب وإله. حلو. الربوبية ان واحد يعني زي ما بنقول كده ولله المثل الأعلى. الأب رب المنزل. ليه؟ هو اللي قائم على البيت، هو اللي بيجيب الاكل، هو اللي بيشرب، هو اللي بيجيب الفلوس عشان نعلم العيال، هو اللي بيربي، هو اللي بيوجه. رب المنزل. ربة الام ربة المنزل. ربة المنزل اللي قائم على المنزل، بتحاول تعلم الاولاد، تنصحهم، تحن عليهم، تطبطب عليهم. هو المشاعر كلها الفياضة من الام. هو دي ربة المنزل، وهي اللي قائمة على البيت من جوه البيت. فهمت قصدي؟ تعالى نقول حاجة. تعالى انا وانت نتفق على شيء، انا وانت كمسلمين كويس. انا دلوقتي بكلمك كمسلم، انا مش بكلمك كحد من بره لسه هنبلغه الدين خالص. انا وانت مسلمين.
حلو. وانا عارف ان كتير منكم يعني عارف الكلام ده، بس يعني انا بقول ده تذكرة مش اكتر. وهنوصل لنقطة في الاخر، هو احنا بنعمل ده ليه؟ يعني هو احنا دوري هنا وانا بتكلم معاك واحنا بنتكلم مع بعض، هو انا دوري ايه؟ ده فكر مهم. وتعالى ناخد جايزتين قبل ما نبدأ بقى الدخلة دي. كويس. تعالى ناخد جايزتين، جايزة في الاول وجايزة في الاخر. صدقني هتتبسط جدا. عشان تكمل الفيديو معايا للاخر ايا كان هنقعد قد ايه، انا كنت عامله تقريبا حوالي ربع ساعه، يعني ممكن يطول مش عارف. بس انتوا وحشيني جدا، فانا مفتقدكم جدا، فانا حقيقي مش عارف يعني، عايز اقعد ما اتكلم معاك بصراحه. فتعالى ناخد جايزتنا دلوقتي. الجايزه دلوقتي حاجه مهمه جدا، واحمد ربنا سبحانه وتعالى والله. ربنا سبحانه وتعالى، انا كبني ادم مسلم بعمل اللي بعمله دلوقتي، بكلام عن ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي، والله 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 ده اصطفاء من اصطفاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى اختارك، وبعدين اختارك تاني، وبعدين اختارك تالت. انت متخيل ان رب العالمين الاله يختارك 3 مرات تبقى شيء كريم عنده؟ انت متخيل؟ طيب اصطفاء ازاي؟ يعني ازاي اختارني وبعدين اختارني وبعدين اختارني؟ اقول لك. ربنا سبحانه وتعالى لما اختارني انا وانت نبقى بني ادمين، مانيش ربنا عزكم الله يعني، مانيش كلب ولا قطة حيوان، مانيش بهيمة من البهائم باكل ببقي واحط دماغي ببقي في الارض وانبش في الارض عشان الاقي اكل. الكلام ده انا وانت ما بنعملش كده. فربنا سبحانه وتعالى لما كرمنا وخلقنا بني ادمين، وقال عننا كده في القران: ولقد كرمنا بني ادم. يعني اختارنا انا وانت نبقى مش مسلمين بقى، نبقى اصلا بني ادمين. يعني دي حاجه مهمه جدا. عندي ايدين بحط ما بغسلهم قبل ما اكل انت متخيل الكم فضلني بالعقل، مش هقول اكتر من كده. ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. احسن حاجه واحسن مخلوق اتخلق شكلا وموضوع هو الانسان. بس ده كفايه جدا يعني. ده كفايه يبقى اختيار، يبقى اصطفاء. فهمت قصدي؟ فانا وانت لما ربنا سبحانه وتعالى اصطفانا نبقى بني ادمين، فده كرم اصلا من عند ربنا سبحانه وتعالى اصلا. بسم الله يعني. وبعدين خش بقى في الاصطفاء التاني. الاصطفاء التاني ان انا وانت كبني ادمين ربنا سبحانه وتعالى يصطفيني ويصطفيك. والله ننزل من او يعني نبقى من نسل ناس مسلمه اصلا، مسلمه لله، مسلم لله زي ما قلنا من شويه. يعني هنرجع تاني نتكلم فيها في النص. بس انت مسلم، ما بتعبدش بقره، ما بتعبدش نار. مش فاكر ان انا جيت من كنت اصلا انسان وحيد الخليه زمان. يعني ده مهم، يعني ده مهم اخد بالي منه. فاهم؟ نظريه التطور دي، انا زمان كنت قرد، لا اعوذ بالله يا عم. انا ليه؟ انا ربنا خلق سيدنا ادم وجعلني من نسل سيدنا ادم، وجعلني من نسل يعني سيدنا ادم ومسلم الاثنين، يعني سبحان الله. وبعدين الاصطفاء الثالث بقى، الاصطفاء الثالث اللي هو بقى احسن من ده ومن ده، انه جعلني انا وانت دلوقتي حالا، دلوقتي في الوقت ده، يختارني ويختارك عشان نتكلم عنه سبحانه وتعالى. يعني ده برضو اصطفاء تاني مختلف. يعني مين يقعد في وقت متاخر بالليل يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى؟ يعني وفي ناس قاعده تسمع. انت متخيل ان احنا دلوقتي يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أنا وأنت دلوقتي قاعدين في كم الفضل ده، يعني كم الخير ده. يعني أنا وأنت دلوقتي حتى لو احنا قاعدين بعيد عن بعض، كويس، قادر تستوعب ان انا وانت دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى اختارنا عشان نسمع عنه، حتى لو كلمتين بساط. يعني هنعرف في الاخر ان كلام ربنا سبحانه وتعالى اصلا مش محتاج مني بحر، يعني مش محتاج ابقى بالقيم خالص اصلا، ولا امام الشافعي خالص برضه. هقول لك ليه بس ان شاء الله في عجاله يعني. فخلي بالك، خلي بالك. لما ربنا سبحانه وتعالى يختارني كده، الجايزه، انا اسف ان ما قلتهاش الجايزه الاخرانيه، يعني اخر جايزه خالص. واخر المجلس، اخر القعده اللي احنا قاعدينها دي، حتى لو احنا بعيد عن بعض، والله يعني بنيتنا ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا كل الخير ده.
ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني انا بحسد دلوقتي حالا، انا بحسد اكتر واحد عامل ذنوب دلوقتي. انا بحسدك. هتقوم الامه دي كويس، كل ذنوبك بقت حسنات. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه يعني في الاثر كان يقول للصحابه كده، يعني انا اكتر واحد فيكم حسنات. فيستغربوا يعني اشمعنى ليه، يعني اشمعنى انت اكتر واحد حسنات، فاهم؟ اللي هو بلغتنا يعني كده. يقول لهم لا اني كنت اكثركم سيئات في الجاهليه. هو عارف ان هو طالما تاب ورجع لربنا سبحانه وتعالى بقت اولئك نبدل سيئاتهم حسنات، كل السيئات بقت حسنات. فخلينا يعني فاهمين الفضل ده. يعني كرمني والله، واختارني بقيت بني ادم، واختارني بقيت بني ادم مسلم من امه النبي صلى الله عليه وسلم. ده خير الانام، خير البني ادمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البني ادمين، انا وانت من امته صلى الله عليه وسلم. فما استوعب بقى، استوعب كم الفضل. وبعدين انا وانت نتكلم عنه، عنه سبحانه وتعالى. يعني يعني بص مفيش عشان يبدل سيدنا حسنات. فضل وكرم كبير. خلاص. فانا وانت نرجع، ربنا سبحانه وتعالى اختارنا ثم اختارنا ثم اختارنا، مش عشان ابقى شعب الله المختار خالص. لا 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 لا، ربنا ما بيجاملش حد. فبس ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى ان هو قاعد دلوقتي بتكلم عن ربنا وبسمع ربنا سبحانه وتعالى، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى بس خلاص. فتعالى بقى نقول لما ربنا سبحانه وتعالى قال لي انا مطلوب مني ايه هنا في الدنيا دي، خلينا نرتبها. يعني خلينا نرتب من فوق لتحت. حلو. ونقول امثله بسيطه. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي في الفاتحه في الاول الحمد لله رب العالمين، رب العالمين، زي ما قلنا ولله المثل الاعلى. الاب رب الاسره. حلو. فهو اللي شاري الشقه، هو اللي حاطط الديكور، هو اللي فرب العالمين اللي بياكل ويشرب وقاعد وينفق على الكائنات دي كلها في مكان واحد. فكر كده معايا هتلاقي الموضوع كده. فكرها بشكل ابسط اكتر كتير. او انا قاعد على الارض، مين؟ ارض ربنا. فكرش كتير. سما مين؟ سما ربنا. هوا مين؟ هوا ربنا. اكل وشرب مين؟ اكل وشرب ربنا. يا باشا انا جاي، انا اسف يعني في الكلام، انا جاي 60 70 سنه 80 100 1000 2 مليون قاعد باكل وبشرب على حسابه، على حسابه. ما بفكرش كتير. انا ربنا سبحانه يقول كده لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس لك من الامر شيء. ده كان في ساعتها في غزوه احد. بس تعالى لو جبناها خدنا الايه وحطيناها انا ماليش في اي حاجه، ماليش في اي حاجه. لا عيني بتاعتي ولا ايدي بتاعتي ولا رجلي بتاعتي ولا الهوا ده بتاعي ولا اي حاجه خالص. انا جاي هنا ضيف، جاي ضيف. انت متخيل ضيف؟ طيب تعالى بقى نحسبها حسبه اصعب. يعني ولله المثل الاعلى. هنقول مثل تاني مختلف. انا عندك ضيف في البيت، انا جيت عندك ضيف في البيت. حلو. لو انا ضيف عندك في البيت وبقيت بتاكلني وتشربني وجايب لي مرتبه وتفتح لي النور الصبح وتقفل لي النور بالليل، الدنيا حاله شغالين مروحه، فطار غدا عشاء، ميه شغال، حلويات شغال، انت بص مروق عليا من الاخر. حلو. وبعدين جيت قلت لي بقول لك ايه يا محمود، الطبق ده بتاعي ما تاكلش فيه، والاوضه دي فيها حاجات ما ينفعش تخش تبص عليها. رحت انا واخد الطبق وداخل الاوضه. تعمل معايا ايه؟ يعني انت قول لي تعمل معايا ايه، بلاش تعمل معايا ايه، تقول عليا ايه؟ انت راجل محترم هتقول عليا اقل حاجه انت انسان قليل الذوق، مش اكتر من كده. حلو. حلو. فلما انا بقى ابقى قاعد على ارض ربنا سبحانه وتعالى، تحت سما ربنا سبحانه وتعالى، هوا ربنا سبحانه وتعالى، اكل ربنا سبحانه وتعالى، شرب ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجه بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. هو انا ليه مش على الاقل يا اخي مش قادر استوعب حق الضيافه؟ يعني انا جاي ضيف وماشي ومفيش حد قاعد واحنا عارفين. حلو. ليه بقى مش قادر استوعب ان انا ضيف فمحتاج ابقى ضيف محترم؟ ده غريب جدا. ده غريب بالنسبه لي. يعني انا ممكن اكون شايفه غريب جدا بالنسبه لي. ولو بالنسبه لك مش غريب قيس القياس اللي انا لسه بقوله لك من شويه. هات ضيف عندك وخليه يبهدل لك الشقه وشوف انت هتعمل ايه. ما تفكرش. انا اسف، انت مش هتستحمل ان هو يبقى بيجادلك. مش هقول لك بقى مش عايز يقعد معاك ولا تناديله فما يجيلكش. مش هتستوعب ان هو بيجادلك ولا ايه الاكل اللي مش عايز اكله ده وايه اللي مش عاجبني.
انت مش بتاعك، انا اسف يعني بالبلدي بنقولها، شحات وبتتأمر يعني، ما احنا شحاتين، انا اسف يعني. ليه؟ لان انتم وانتم الفقراء الى الله، يعني احنا فقراء، فقراء احنا عشان ما عندناش حاجه خالص، مش فقراء بس، احنا ما عندناش حاجه، كله من عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون، كل حاجه من عنده، كل الخزائن فوق. عايز اطلب منه، لكن ما تاخدش الحاجه عنوه، يعني ما تفتكرش ان انت كده بتاخد ايه غصب عن ربنا، لا هيديها لك، ولو هو ما يعجزوش شيء، خد كل اشرب، فاهم؟ فرب العالمين، رب العالمين بعديه على طول يقول لك الرحمن الرحيم. يعني هو سبحانه وتعالى لانه عليم حكيم، عارف ان انا وانت ممكن نيجي وما نسمعش الكلام ومش عاجبنا، متخيل؟ يعني انت فاهم قصدي؟ ومش عاجبنا يعني، لا مش عايز، مش فارق معايا، مش عاجبني، فهو يرحمك ويرحمني وياكلني ويشربني ويقعدني خالص ويوريني كل الحاجات والايات ويفهمني ويجيب لي رسل ويجيب لي انبياء ويجيب لي كتب وتقرا وتشوف وشمس وقمر وكون ما تعرفش تعمل انت فيه اي حاجه، ولا تعرف تعمل لنفسك حاجه. يعني خلي الواحد مثلا يجي له دور برد كويس، ولا فسفوسه هتطلع له في ركبته، ما يعرفش يقعد على ركبته يوطي، يعني مش هقول لك اكتر من كده خالص بقى، فاهم؟ لو جينا احنا حسبناها، ما هتلاقي نفسك ما بتعرفش تعمل نفسك حاجه، واقعد تفكر كده مع نفسك شويه، هتلاقي انا وانت ما بنعرفش نعمل نفسنا اي حاجه من الاخر. المهم، ف ف تعالى بقى، تعالى اقول لك، عشان احنا هنخش دلوقتي في نعم تانية مختلفه، نعم مختلفه تماما، انا وانت ممكن مش عارف، ما كناش عارفينها زمان، وهنذاكرها مع بعض دلوقتي. فهنقول حاجه، نقول حاجه مهمه، اللي بعديها على طول بعد الرحمن الرحيم، الله تعالى يقول لك مالك يوم الدين. الله 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 الله، مالك يوم الدين يعني صاحب يوم الدين. ده صاحب يوم الدين. حلو حلو حلو، نقف هنا عند الحته دي، وبعدين ننتقل بقى انتقال تاني مختلف. تعالى نقول، هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال على نفسه مالك يوم الدين، هو جابني وسابني كده، ولا جابني وعمل لي شويه حاجات انا مش متخيلها؟ طيب احسبها معايا، هو كونك موجود دي نعمه ولا مش نعمه؟ قعدت تفكر، هو انا دوري في الدنيا افكر كده، دوري في الدنيا ان انا اجي اعبد ربنا سبحانه وتعالى واسمع الكلام فاخش الجنه، يبقى ايجادي نفسه الوجود، ايجادك في الدنيا نعمه، وجودك هنا على الارض نعمه، خلاص. والله سبحانه وتعالى خلق وملك. يعني ايه خلق وملك؟ يعني خلقنا وما قالناش بقى انتوا خلقتوا وعيشوا حياتكم، شوفوا بقى ايه، حد ياكلكم حد يشربكم، لا 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 خالص، ده هو رب العالمين فخلق وملك. فبقى في نعمة تانية مختلفة اسمها نعمة الامداد. يعني نعمة الايجاد، هو جابني كويس عشان يدخلني جنة، لو سمعت الكلام جنة بقى مش هتعب فيها خالص، لو هرتاح. وفي حد هيسأل سؤال مش هنجاوب عليه دلوقتي خالص، هنجاوب عليه بقى قدام في فيديوهات تانية، اللي هو بتاع انا ما كنتش عايز اجي، لا انت كنت عايز تيجي. وهجيبها لك من القرآن، من جوه القرآن كده كويس. انسى السؤال ده دلوقتي، هنجاوب عليه في حلقات تانية، او يعني في لايفات تانية، لان كل جمعة كده نتكلم. ف ف فنعمة الامداد دي نعمة تانية كبيرة جدا. ولما جاب لك حاجات، يعني لما حط لك بقى ايه، كل حاجة، اكل وشرب ونخل وهواء ومية وشمس وقمر، فاهم؟ جاب لك كل حاجة. لما جاب لك ده، جابهولك وقال لك تستخدمه ازاي، فحطني فاداني انا وانت نعمة تانية خالص بقى اسمها نعمة التكليف. ايه ده؟ هو التكليف نعمة؟ التكليف نعمة يا معلم. والله انه يكلفك دي نعمة. تعال نقول مثال بسيط جدا، اي واحد فينا هيرفعوا عليه سماعة التليفون الصبح، الو، بقول لحضرتك ايه يا فندم، حضرتك بقيت رئيس وزراء، رئيس وزراء ايه، بقيت رئيس قطاع الشركة الفلانية. كم فرحتك وكم فرحتي ان انا ازاي بقى يختاروني، ده انا جامد قوي لدرجة ان هو اختارني بقيت محافظ، ولا بقيت رئيس قطاع، ولا بقيت وزير. متخيل؟
مع ان دي تكليف كبير جدا، تكليف كبير قوي. ده انت مسؤول عن حاجات كتير جدا تحت ايديك، وبشر تاني ده تحت ايديك، وناس هتاكل وتشرب. فالموضوع لو انت جيت بصيت عليه، لو جيت بصيت عليه هتلاقي اللي بيكلفك التكليف ده يديك حاجات، قواعد وقوانين تمشي عليها، مش اي حد. ده مش الحكومة، انا اسف يعني مع احترامي والله لكل الناس، ده مش انسان ذو منصب. لا يا باشا، ده اللي خلق الكون كله، اللي خلق الكون، صاحب الكون، ملك الكون، هو اللي بيقول لك انا اديتك حاجات كلفتك بيها تشريفا لحضرتك. التكليف تشريف لمقام اللي مكلفك، مش اصل مش عاجبني. مش عاجبك ايه؟ ما هو انت ده لو في حد معلش اشترى عربيه هيفضل يبص في الكتالوج كويس، اصلحها ازاي، ما اصلحهاش ازاي، كاوتش على كام، 30 32 لا 54، لو جبت كيتشن ماشين لا احط السكينه دي في البتاعه دي، لا. ده تشريف. ده ربنا كرمك قوي وبيحبك قوي لدرجه ان هو اداك قواعد وقوانين عشان الحاجات اللي انت ربنا امدك بيها تعرف تستخدمها صح. عشان لما ترجع ربنا سبحانه وتعالى، ارجع ربنا سبحانه وتعالى وانا بقول له والله يا رب انا حاولت اسمع الكلام قوي، ده انا سمعت الكلام جدا، ده انا حاولت اجتهد، غلطت في النص بس انا حاولت اجتهد، وانت غفور رحيم مش انت رحمن رحيم، فانا حاولت والله. بس هي بقى الفكره كلها، هو انت فعلا حاولت وانا فعلا حاولت؟ دي مشكله. فربنا سبحانه وتعالى لما كلفني بقى، فاكر لما احنا قلنا في الاول الفرق ما بين رب واله؟ هناك فرق بين رب واله. اله يعني مع حد، سبحان الله، اله يعني يعبد، يعني تعبده وتبجله ليه؟ لان هو اللي في ايديه كل القوانين وكل المفاتيح. ده هو اللي خلقك، ده هو اللي اوجدك هنا، ده هو اللي جابك. فكر كده تلاقي معلش، هو مين يعرف يعمل كرة مية بتشوف دي؟ مين يعرف يعملها؟ طب قرقوشة بتسمع؟ مين؟ طب قلب بيدق ما انتش متحكم فيه؟ مين؟ طب معلش يعني، كيلو البصل بقى ب 40 جنيه، ماشي بقى ب 40 جنيه، انا هديك 40 جنيه واعمل لي بصلايه. طب لا اشرب بصله، تعرف؟ لا بص بقول لك حاجه، مش 40 جنيه، هديك 40 مليون جنيه واعمل لي بصلايه. روح كده اعمل لي بصلايه، روح بقى اخترع بصلايه، تعرف؟ ولا انا اعرف ولا حد يعرف، مفيش حد يعرف. ما تفكرش كتير. ربنا سبحانه وتعالى لما بقى بيقول لنا عن نفسه في سوره البقره، يقول لك كده، وللمسلمين كلهم والعالم كله يعني، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. بص ركز كويس، هو الآية إزاي؟ بيقول لك ويقول لي إن إلهك إله واحد بس، إله واحد رحمن رحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، مفيش حد غيره، الرحمن الرحيم. طب هو ليه سبحانه وتعالى جاب رحمن رحيم في آخر الآية؟ يعني مش ليه مش عزيز حكيم، ليه مش قوي قدير، ليه لا؟ اقول لك، لان الايه اللي بعديها على طول تقول لك كده، توريك قد ايه قدره ربنا سبحانه وتعالى اللي انا وانت ما نعرفش نتحكم فيها خالص. ما تعرفش، لا انا ولا انت نعرف. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. ناس بتشغل دماغها، ناس بتبص كده تلاقي نفسها انا ما بعرفش اتحكم في حاجه من دول، وانا ما عرفتش اعملها وما اعرفش اعملها، يعني لا هعرف ولا حد يعرف ولا حد يعرف يتحكم فيها كويس. معلش انت عارف، تعالى نحسبها علميا عشان الناس بتحب الحاجات العلميه. انت عارف وزن السحابه المتوسطه اللي هي يعني تقول اه دي سحابه صغننه كده حلوه يعني قد ايه؟ متخيل؟ نص مليون طن، نص مليون طن. دور عليه على جوجل.
نص مليون طن في السماء مش شاله. مين يعرف يغير نص مليون طن؟ مين يعرف يحط حديده قد العالم تشيل مدينه على الميه؟ مين اللي يخلق القوانين دي والفيزياء دي؟ ومين يا باشا يخلق القوانين دي؟ الشمس اللي بتطلع من حته وتطلع وتغرب من حته، والارض بتلف. مين يعرف؟ ميه تحطها على حاجه تبقى حلوه تنبت. مين يعرف؟ مفيش حد يعرف، لا انا ولا انت نعرف خالص. سبحانه وتعالى صوت الواقعه يقول لك كده، يقول لك ويقول لي حاجه صعبه جدا: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقكم، صدقوا. يعني لو تصدقوا: افرايتم ما تمنون. بص بقى، بص التدرج من عشان يعجزك قوي ويعجزني قوي، عشان نبقى فاهمين ان انا مفيش في ايدي اي حاجه اعرف اعملها خالص. افرايتم ما تمنون، اللي انت بتنزله ده، انا اسف، السائل المنوي ده اللي بينزل منك عشان تجيب اولاد، افرايتم ما تمنون، بصيت عليه بيخرج منك ده، أأنتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ ايه ده انا ما اعرفش اعمله، ده بيخرج مني بس ما بعرفش اعمله. اه والله. فاكر مثال البصله؟ هات بقى بعد ايتين: افرايتم ما تحرثون، اللي انت بتحرثه من الارض، أأنتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تقعد تفكر لحظه، تلاقي والله صح، تصدق انا بحط البذره، اغطيها بالطينه، احط ميه، واقعد بقى ايه، احط ايدي على خدي يا رب تطلع. متخيل؟ بعديها مثل السحابه: افرايتم الماء الذي تشربون. الميه اللي انت بتشربها دي شفتها؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أنت اللي تعرف تنزله من السماء ومن السحاب والكلام ده كله، ولا ربنا سبحانه وتعالى بينزله؟ إيه؟ فكر بقى كتير بقى، اقعد فكر. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ النار دي مين يعرف يعملها؟ وعشان تعرف تعملها محتاج، أصل لو جبت غاز وكبريت، ولا مين عمل غاز؟ مين عمل بترول؟ مين اللي خلى فيه كائنات ماتت؟ فكر، محدش يعرف. لا انا ولا انت نعرف والله. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى برضه بيقول في القرآن: وما قدر الله حق قدره. انا اسف، لا انا ولا انت، انا مش بزعق بس يعني بفكر، لا انا ولا انت قدرنا ربنا سبحانه وتعالى التقدير الصح. والله هقول لك مثال حصل، يعني من الاثر بقى والقصص. قوم لوط. انت عارف ربنا سبحانه وتعالى اهلكهم ازاي؟ اقول لك. سيدنا جبريل عليه السلام نزل. سيدنا جبريل ده اللي لو فرد جناحاته، اللي هم 600 جناح، 600، لو فرد جناح، لما فرد جناحاته قدام النبي صلى الله عليه وسلم كويس، غطى ما بين المشرق والمغرب. رجليه في 7 ارض، دماغه في 7 سماء. متخيل هو قد ايه؟ انا لو وقفت اصلا، انت لو وقفت وانا في الارض، وانا في الدور وانت في الدور 20، ايه، في الدور الرابع، بصيت عليها تحت النية قد كده. انت متخيل سيدنا جبريل ده قد ايه؟ اقول لك بقى اللي حصل. لما ربنا سبحانه وتعالى حب يهلك قوم لوط، اللي هم 7 قرى، 7 قرى، سيدنا جبريل على ريشه واحده، بريشه واحده، ريشه في جناح، في 600 جناح، راح داخل على طرفها بس. ال7 قرى طلعهم في السماء الدنيا، لدرجه ان الملائكه في السماء الدنيا سمعوا صوت صياح الديكه وصراخ البني ادمين ونباح الكلاب، وان خد زي ما على طرف الجناح وراح قلبهم وحطهم في الارض. على طرف الجناح، مش جناح، انا اسف، على طرف ريشه من جناح من 600.
قادر تستوعب؟ قادر تستوعب ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق لي كل ده لما يخلق مخلوق واحد قد كده، انا ايه؟ عشان بس ما اجيش اقول انا جامد وبعرف اعمل. لا لا، انا جامد ولا انت بتعرف تعمل ولا اي حد بيعرف يعمل اي حاجه خالص. ومش بقول لك كده عشان تتضايق ولا بكلمك كده، بس لا، خلينا نحط الحاجات في مكانها. والله. ف لما ربنا سبحانه وتعالى قال لي كده وما قدر الله حق قدره، انا وانت ناسين ربنا سبحانه وتعالى قدرته قد ايه وعظمته قد ايه وحاجات كتير، حاجات كتير قوي. فربنا سبحانه وتعالى برضه رحمن رحيم، والله رحمن رحيم يا جدع. سايبنا بناكل وبنشرب واحنا مش قادرين نستوعب. وعلى فكره يعني مش عيب ان احنا مش قادرين نستوعب، عشان بس ما اشقش على نفسي وما تشقش على نفسك، لان انا وانت عقلنا محدود. ما هو برضو العلم اللي في دماغي وفي دماغك والتخيلات اللي اقدر اتخيلها هو ربنا سبحانه وتعالى حاططها في دماغي. يعني ما هي تكوينه ربنا سبحانه وتعالى كلها، هي دي تكوينه ربنا سبحانه وتعالى. فهو انا عقلي محدود جدا جدا، لدرجه ان انا مش هقدر استوعب قدره ربنا سبحانه وتعالى كلها. بس انا محتاج اصدق، عشان ابقى كويس محتاج اصدق. هو ده الفكر، انت صدق عشان تبقى كويس. حلو. فاللي بقوله هنا، انا لو مش متيقن تماما ان قدرة ربنا سبحانه وتعالى تفوق كل شيء، ولما كلفني، عشان هنرجع دلوقتي لمالك يوم الدين، ولما كلفني بتكليفات تكلفني عشان يشرفني، مش كلفني عشان يتعبني. هو مش جاي، معلش، هو ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج عبادتك وعبادتي خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث: قطت السماء، قطت يعني بلغتنا زيقت. قطت السماء وحق لها ان طئت. يعني بص، غصب عنها هتزيق. ما فيها موضع اربع صوابع الا وفيها ملك ساجد لله. انت متخيل وضع عند جبهته ساجد؟ انت متخيل السماء الدنيا دي كلها بقى بشمسها بقمرها بنجومها بمجراتها، ما فيش فيها موضع 4 أصابع غير فيها ملك ساجد. فربنا سبحانه وتعالى مش محتاج عبادتك وعبادتي. ده ربنا سبحانه وتعالى لما كلفني ان انا اسمع الكلام، كلفني اسمع الكلام عشان ابقى جاره في الجنه في الاخر. عشان هو كريم قوي ورحيم قوي وجميل قوي ومدبر لي امري قوي، وسايب لي فرصه دلوقتي اسمع عنه قوي واتكلم عنه قوي. والله كريم جميل. والله الناس لو تعرف قد ايه رحمه ربنا سبحانه وتعالى وقد ايه كرمه وقد ايه قدرته، عشان بس الموضوع انا محتاج اخد بالي منه. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الايه بتاعت الهكم اله واحد وان في خلق السماوات والارض، حاجات من ده كتير بقى، حاجات من دي كتير. اسمع في سوره النبأ: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون بل كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وخلقنا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا شمس قد العالم. مين يعرف يعمل ده؟ وتقول لي اصل، ولما تيجي تطلب من ربنا سبحانه وتعالى وانا اطلب من ربنا سبحانه وتعالى قول يا رب مثلا نفسي مثلا في 2 مليون جنيه، بس بقى لو عملت جمعيه ودخلت مش عارف يا عم انت اطلب، بس اطلب مالكش دعوه. اطلب، اجتهد في كل الاسباب، بس اطلب. يعني مش ما تقولش ربنا اعمل ايه وما اعملش ايه، انت مالك انت؟ اذا كنت انا وانت ما نعرفش حاجه. انا اسف يعني. ف فلما كلفنا ربنا سبحانه وتعالى والله، وفي الفتحه يقول لك مالك يوم الدين، فاخد بالي كويس قوي واسال نفس السؤال ده. ده سؤال مهم جدا. وانا لو رجعت الملك يوم الدين وانا معيش دين، معايا ايه؟ ايه ده؟ انا عمري ما فكرتها كده. انا وانت عمرنا ما فكرناها كده. مالك يوم الدين مش يوم العربيات، مش يوم الدنيا، مش يوم الفلوس، مش يوم جراحات القلب، مش يوم انت اديت ايه لمين، ما فيش. يوم الدين انت جبت ايه، عملت ايه في الدين ده، اشتغلت بيه ووديته للناس ولا لا؟ فكر.
فهمت؟ فهمت الموضوع واصل لفين؟ يعني فهمت الغطسه رايحه فين؟ ده في الفاتحه بس، احنا لسه ما خدناش في اي حاجه خالص. يعني احنا بس ما اتكلمناش كويس في ان انا محتاج اصدق في الغيب. ودي اول صفه للناس اللي نجحت، اولئك هم المفلحون. عشان ابقى اصلا شاطر، عشان ابقى مسلم بجد. حبنا الكرام، والله هي الفكره كلها تتلخص في ان انا فعلا اعترف ان انا عبد، والله. بس مش اكتر من كده. انا عشان بس الفيديو ما يطولش جامد قوي زياده عن اللزوم، يعني خلينا نقول حاجه بسيطه جدا. خلينا ناخد اول فكره. اقعد النهارده افكر، انا والله انا اقعد افكر، هو انا وانا عبد يعني عبد يعني تسمع الكلام. خلي حد عنده شركه كويس، عنده موظف جاي النهارده بيقول انا النهارده يا جماعه هقعد على المكتب مش هشتغل حاجه، بس هقعد الشهر كله كده ما بشتغلش، بس هاخد مرتبي اخر الشهر. مدير الشركه الصبح ايه ده، ما بعد ساعه لو سمع الجمله دي، بعد ساعه رفض مع السلامه. بس ما فكرتش هي هتبقى كده. او يجي صاحبنا يقول يا بص بقى يا معلم، احنا مش هنعمل حاجه خالص. انا النهارده هاجي هبيع الحاجه ام 10 جنيه ب2.5، انا شايفها تستاهل كده. حضرتك تعرف منين 2.5 مش 2.5؟ هو ده قوانين الشركه. مش عاجبك قوانين الشركه اتفضل امشي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لي انه مالك يوم الدين، لما اسال نفسي انا محمود، هو انا لو رجعت تاني، والله لو رجعت لربنا سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، يوم الدين وانا معيش دين، انا معايا ايه؟ طب معلش، طب انا عايز الجنه يا رب. اتفضل الجنه، بس انت عملت ايه للجنه؟ انا انت عارف، وقف اي حد في الشارع، اي حد فكر كده، وقف اي حد في الشارع وقول له انت نفسك في 2 مليون جنيه، يقول لك اه يا ريت يبقى نفسي في انا نفسي في 2 مليون جنيه، عايز 2 مليون جنيه، عايز بقول لك عليهم 10. حلو. قول له انت نفسك بالك قد ايه، يقول لك يا من زمان. حلو، من زمان. انت بقى ايه الخطه اللي حطيتها عشان تجيب ال 2 مليون جنيه، ال10 اللي انت عايزهم؟ هيتنح شويه، معظم الناس يعني هيتنح شويه ويقول لك اصل بص يا باشا بقى، اصل الدنيا صعبه واحنا بنحاول بقى نجتهد يعني، والنهار وشغل الصبح وشغل بالليل تعب الدنيا تعب. ما انا عارف ان الدنيا تعب، ماشي. ايه فين الخطه؟ انت ما قلتليش خطه. اصل بقى على ما اصحى الصبح بقى واروح الشغل واجيب بقى الاولاد بالليل. طب انت حوشت؟ لا اصل لسه فاهمك، اصل السيجاره اللي علبه بقت ب40 وال50 البطاطس، فكده بقى الدنيا قضيت. يا عم ماشي، فهمت. فين بقى خطتك عشان تجتهد عشان تعمل 2 مليون جنيه؟ نفس المثل. انا وانت خطتنا ايه عشان ارجع لربنا سبحانه وتعالى اقول له يا رب والله انا حاولت، يا رب انا حاولت وعايز اخش الجنه، معايا حاجات يمكن تبقى صغيره بالنسبه عشان معلش انا اسف، انا وانت مهما عملنا لو عبدنا ربنا سبحانه وتعالى 500 سنه ما عصيناش ربنا سبحانه وتعالى مره كويس، برضه مش هيوفيك اي حاجه، مش هيوفي ربنا سبحانه وتعالى اي حاجه خالص خالص خالص. هقول لك مثل صغير واحد بس، مثل قد كده. انا هقطع عنك الهوا ربع ساعه، ربع ساعه لا خليها نص، عشان بس ايه ما تجيش تقول لسه انا هتدرب. هقطع عنك الهوا نص ساعه كويس، وهديك مليون جنيه تصرفهم انت، ايه رايك؟ بديهيا كل الناس هتقول لي لا يا باشا هعمل بيهم ايه؟ ما يفيدونيش في حاجه. طب خليهم مليون دولار، مع العلم ان انت ما ينفعش تصرفهم غير انت بس ينفع تصرفهم. فاهم؟ هديك مليون دولار واقطع عنك الهوا ربع ساعه. لا برضه، لا ليه؟ معلش يعني، هو انت بقى في اليوم بتتنفس كام نفس؟ بتتنفس كده كام نفس؟ فكر. كتير. بتاخد بقى في اليوم كام مليون دولار؟ لو حسبت الانفاس دي بالدولار تاخدهم كام مليون دولار في اليوم؟ ايه ده لا يقدر بثمن. ايوه طبعا لا يقدر بثمن، زي ما البصلايه لا تقدر بثمن والله. انا وانت لما بعد ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في القران مالك يوم الدين، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا كده.
اياك نعبد. يا رب انا بعبدك انت بس، انا مش هسمع كلام غيرك انت بس، مش همشي ورا كلام غيرك انت بس. واي حد، ولا سيما لو انا مسلمه وانت مسلمين، يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عشان ده الطريقه المثلى اللي امشي بيها في حياتي بس. فاياك نعبد. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى بعديه على طول يقول لك واياك نستعين. يا رب انا مش هعرف اعبدك غير بيك، القوه اللي اعبدك بيها من عندك، انا محتاج معونه منك عشان اعرف اعبدك. اصلا القوه من عندك، وحركه ايدي دي وكلامي اللي انا بتكلمه ده من عندك يا رب، والله من عند ربنا، مش من نفسك، مش من دماغك، مش بقدرتك، مش بقوتك. ياما ناس شفناها كتير في لحظه كان لعيبه كوره، الناس اللي بتحب الكوره، لعيب الكوره بيلعب كوره وجامد وفجاه الصبح ما بقاش بيعرف يتحرك اصلا. سبحان الله، يعني مش بقوته مش بقدرته. واحد قاعد بيهزر بيضحك وبعدين مات، مش بقدرته مش بقوته. وخلي وفكر نفسك، اقعد بقى افكر للصبح كويس، لا انا حر. حلو، حلو، اعتبر نفسك حر، وانت بتعرف تعمل لنفسك كل حاجه. خلي بقى الموت لما يجي لي كويس اقول له انا حر، لو سمحت تعالى لي كمان اسبوع اكون يعني لميت شويه دين. ايه؟ تعرف؟ انا اعرف؟ محدش يعرف، والله ما حد يعرف. طب لما مش موت بقى، يعني موت صعب، موت بعيد كويس، مش بعيد وقت، اقصد يعني بعيد في الحسبه، في السكيل. خلي بقى حاجه تانية. لما يجي لي شويه عيا، لا 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 لو سمحت، العيا النهارده مش نافعني، انا معيش ثمن العلاج، استنى بس تعالي كمان اسبوع اكون قبضت. تعرف تعمل كده؟ ولا تعرف؟ يبقى انا وانت مش احرار. يعني لما جيت فكرت ان انا ممكن ابقى حر، ف ف ف فبقى اشتغل مع ربنا سبحانه وتعالى بمزاجي بطريقتي، لا انا وانت مش احرار، احنا عبيد. اياك نعبد واياك نستعين. يا رب والله ما هعرف اعبدك غير بيك. وبعديها على طول، بعديها على طول الزق فيها بقى، لو انا مش عارف اعبدك غير بيك، فانا محتاج اصلا اعرف الطريق والطريقه اللي انا محتاج اعبدك بيها، يعني هو ده. فادعي 17 مره في اليوم. والله العظيم شفنا ناس كتير، وانا والله كنت كده. يعني انا مش بقول ان انا اتولدت جامد، انا والله ما جامد اصلا، انا اوحش واحد في الدنيا، مش انا اوحش واحد في الدنيا. بس بعديها على طول ادعي ربنا سبحانه وتعالى 17 مره في اليوم دعاء. كلنا في الصلاه بنقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. انت ما بتدعيش ليه؟ انا وانت ما بندعيهاش ليه؟ ما بنقولش كده بالظبط اهدنا الصراط المستقيم، وادعي بجد يا رب انا عايز الطريق السهل السريع من الدنيا للجنه. هو ده الصراط المستقيم. الناس اللي بتاعت هندسه هتفهمني كويس، والناس اللي مش في هندسه والله. السالك احسن، بخليها بالبلدي، اي حاجه سالك احسن. من الاخر السالك احسن من نقطه لنقطه، اسلك صح، احنا بنقول كده. اقصر طريق ما بين اي نقطتين طريق مستقيم، ستريت لاين، خط مستقيم. يا رب انا عايز طريق السهل السريع من الدنيا للجنه. لو في كوبري دلوقتي من هنا من عندي لاسكندريه، وانا رايح اسكندريه هاخد الكوبري، مش هفضل بقى الف حوالين نفسي وانزل اخش الريست. خلاص خد الكوبري، صح؟ هو كده. فهو هدينا الصراط المستقيم دي، هو يا رب انا عايز الطريق السهل السريع من الدنيا للجنه. ادهوني 17 مره يعني اهديني ليه 17 مره في اليوم بقول نفس الجمله، اهدنا الصراط المستقيم، ويا ريتني بقولها صح. انا بتكلم عليا والله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. ايه يا عم؟ ما تدعيها بجد. ولا انت مستغني؟ يعني انت شايف نفسك معاك كتير ومستغني؟ والله مش بكلمك انت كده، والله ما بكلمك انت كده، انا بكلمني عشان ما تزعلش مني، انا بكلمني والله. انا دلوقتي في اللايف انا شايف نفسي في الصوره، انا شايفني، انا والله بشاور عليا. وبعدين بعديه على طول اقول صراط الذين انعمت عليهم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟
هو الطريق ده بتاع الناس اللي مبسوطه؟ تصدق تصدق ان في قانون في القران، قانون عشان الناس اللي تعبانه وتعبانه في حياتها قوي. قانون في القران بيقول كده: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ايه ده؟ يعني الناس اللي مش فاكره ربنا سبحانه وتعالى في حياتها، ربنا سبحانه وتعالى مش واضح في حياتها، حياته تعبانه متبهدل، ضنك سواد. سواد سواد حياته سواد، متبهدل تعبان، بيشتغل صبح وبالليل مش قادر، مش عارف يعمل ايه، فاهم؟ يا اما لو معاه كتير مش مخنوق ومتضايق وقلبي ومتنرفز ورايح لدكتور فلاني ورايح في عيل علاني وعايز ثيرابيست. تعبان ضنك، عياله مش نافعين، مراته مطلعه عينيه، جوزها نافخها، بص مفيش، تعبان، حياته ضنك. ولو حياته مش ضنك وهو بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، دي نصيبه، يعني هنتكلم عليها في لايف تاني، واحده واحده كده نتكلم عنها في لايف تاني. بس الناس كلها تعبانه، معظم الناس، ربنا يعافينا جميعا يا رب، معظم الناس لو اتكلمتوا كده وكلمت معاه شويه ممكن يقعد يعيط من حياته. وبعدين بتشوف بقى قد ايه ربنا سبحانه وتعالى، اوامر ربنا سبحانه وتعالى واضحه في حياته، يعني لا مش واضحه، مش واضحه. ليه؟ عشان انا شايف انه مزاجي وبطريقتي والدنيا لهياني. الدنيا هتفضل لهياني انا وانت لحد امتى؟ لحد ما نرجع يوم الدين اللي هو مش يوم الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى يسالني عن الدين، وقول ربنا بس انا ما جبتش حاجه، طب رجعني بس والنبي بس هجيبه لك. ما فيش رجوع بقى، هو هناك ما فيش ملحق. مشكله كبيره. المشكله بقى الاكبر ان انا مش عارف هرجع امتى، يعني دي المشكله. يعني انا دلوقتي انا عارف انا اتولدت امتى، تاريخ ميلادي كذا كذا كذا، انا بقى تاريخ وفاتي امتى؟ ايه ده؟ هو في تاريخ وفاه؟ هو انا هموت؟ انا هموت بجد، مش هموت نص مش هضحك عليك النهارده انا موت، لا انا هموت وهتسأل بقى وهشوف حاجات، ويا ريتني يا ليتني، اعوذ بالله، يا ربنا يعافينا يا رب ويدخلنا الجنه وارحمنا والله. فهفكر اذا كان القانون بقى في القران في الفاتحه اللي انا بقراها 17 مره في اليوم: اهدنا الصراط المستقيم، بعدها على طول صراط الذين انعمت عليهم، الناس اللي مبسوطه على الطريق ده بس مش حاجه تانية بس. وبعدين بقى استثني نفسي من ناس انا مش عايز ابقى منهم: غير المغضوب عليهم. اللي جه الشغل، شغل العباده، ما احنا شغلانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، احنا قلناها من شويه صح، شغلانه العباده. اللي جه الشغل مش عايز يشتغل وعايز يقبض، وانا وانت بنقبض، انا اسف يعني، انا وانت، واللي ما بيشتغلش بيقبض، اللي مش شغال شغلانه العباده بجد بيقبض برضه، اكل شرب نوم هوا شمس قمر شغال، بياكل وسط، هياخد كل حاجه، ولا يظلم ربك احدا، كل حاجه. عشان لما يروح هناك لو هو مش عامل كويس وما عبدش ربنا سبحانه وتعالى، لا تعالى احنا اكلناك وشربناك، انت ما كنتش ازاي، انت ما كنتش واخد بالك ازاي؟ ازاي اوامر ربنا سبحانه وتعالى ما كانتش واضحه في حياتك؟ ده احنا كده ما اتكلمناش بس اصلا، دلوقتي احنا بنتكلم بس كده في المقدمه، ان احنا لو فتحنا مثلا فقد ايه انا في يقين آه، على ربنا سبحانه وتعالى. هنخش في قصص تانية طويله، ناخد ساعه تانية. فكر فكر. فانا لو جاي اشتغل الشغلانه ومش عايز اشتغل وعايز اقبض، اتفضل. طب جاي اشتغل الشغلانه وهشتغل بمزاجي، بدل ما ابيع الحاجه ام 10 ب 10 ابيع بدون نص، شايف ما تسواش اكتر من كده. اللي هو بقى دول بقى اللي انا برضه مش عايز ابقى منهم، ولا انت يعني. بندعيها في اليوم كتير، 17 مره في اليوم على الاقل: ولا الضالين. اصل انا هعبد ربنا بقلبي، اصل هي نيتي اللي تديني، اصل ربنا غفور رحيم. يا باشا غفور رحيم اللي بيعمل وغلط، لكن هات انت حد عندك الشغل، انت ده بامور الدنيا ولله المثل الاعلى، هات انت عندك حد الشغل حلو، وخليه يعمل كده، وبقى اقول لك بس يا باشا انت غفور رحيم، يا عم في ايه؟ اطلع بره، هتخسرني ليه؟ بس الله ما بيخسرش هو الغني والحميد، يعني هو اللي عنده كل حاجه. لا بص، الحديث لو احنا كلنا انسنا وجننا اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألته،
لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كل من أول حد لآخر حد إنس وجن واجتمعوا على صعيد واحد، وقفوا كلهم في حتة واحدة وسألوا الله كل واحد مسألته. يعني أحد العلماء يقول لو كل واحد طلب كرة أرضية، كل واحد كون لوحده، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، من ملك ربنا تعالى، إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. دخل إبرة جوه البحر وشوف تطلع بإيه. إبرة جوه البحر وشوف تطلع بإيه. الناس بتاعت الهندسة هتفهم اللي أنا هقوله دلوقتي كويس. السيرفس تنشن، الإبرة دي مدببة جدا جدا صح، تنزل جوه المية تطلع النقطة دي ما تمسكش أصلا، ما ينفعش تمسك النقطة اللي هتمسك فيها، مش تمسك هتقع، فما يفضلش حاجة في الإبرة، فما نقصناش حاجة من البحر خالص، صفر نقطة. ده لو كل واحد فينا طلب كون بكواكبه بشموسه بمجرد ضربة تبانة بأندروميدا بقى. شوف بقى التلسكوبات راحت فين، كل واحد لوحده. مقصود اللايف النهاردة مش اني اشق على نفسي، والله ابدا، ولا اشق عليك، والله ابدا. انا عايز انا وانت نقف مع نفسنا وقفة النهاردة، عشان لما نيجي بعد كده ان شاء الله ربنا يكرم وييسر في الحلقات اللي هتنزل، في اللايفات اللي هنتكلم فيها بعد كده، اعرف كويس قوي هو انا مطلوب مني ايه، طب واعمله ازاي، واعمله ليه. فكر، شغل دماغي، وخلي بالي وخلي بالك، انت تخلي بالك وانا خلي بالي، ان الدين ده والله دين الاسلام ده للناس اللي عندها عقل بس، الناس بتعرف تفكر بس، ليتذكر اولو الالباب. اللي عنده دماغ وفاهم، عنده لب، عنده عقل، هو اللي يفتكر ويفهم. في سورة الملك ربنا سبحانه وتعالى يقول كده عن أعوذ بالله الناس اللي دخلت النار، يقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. لو كنا سمعنا كلام ربنا سبحانه وتعالى وشغلنا دماغنا فيه والله ما كنا دخلنا النار. اعكسها يا سيدي، لو كنا شغلنا دماغنا وقعدنا سمعنا فشغلنا دماغنا تاني والله ما كنا دخلنا النار، سمعنا الكلام بس. فأنا وانت عشان ما نمعلش نفسنا تاني ما نبطل نمعلش نفسنا، واعرف كويس قوي انا محتاج ايه من ربنا سبحانه وتعالى. محتاجه تفرج عليا في كل حاجه، لو محتاجه تفرج بجد عليا في كل حاجه، محتاج فعلا ابقى مسلم، ابقى مسلم امري لله، باخد بكل الاسباب اللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيها من غير ما اعتمد على ولا واحد فيهم. وده الكلام بتاع اللايف الجاي، يعني اللايف الجاي او في حلقه جايه هنتكلم في الموضوع ده مهم. ابقى انا فعلا مسلم، مسلم امري لمالك الكون كله. فانا بحبك في الله والله. لو كنت اتعصبت في النص واتنرفزت وبتاع، انا ما اتعصبتش في النص، انا بس بتكلم بحماس جامد، فتعود عليا بقى انت تعود عليا، احنا لسه ما قعدناش نتكلم مع بعض كتير قبل كده، بس تعود عليا. فجزاكم الله خيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى يعني ان يرزقنا الهدايه والله، ويجعلنا مسلمين على الوجه الذي يرضيه عنا. انا بحبك في الله. شير الفيديو، طويل شويه معلش شيره، اللي يسمعه يسمعه واللي ما يسمعوش يعني يعني لعل ينفع ربنا تعالى ينفع بحد لو انا كنت قلت حاجه كويسه. ف والله تاني انا بحبك في الله، ونفسي نفسي 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 كلنا نبقى فعلا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلم المسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك صلى الله عليه وسلم باصابعه هكذا. ف انا بحبك
مش هفضل اقول لك بحبك على طول، لان انا بحبك بجد والله. ايا كان انت مين ومين قاعد يتفرج، يطلع 5 يطلع 3 يطلع 10 يطلع مليون، انا بحبك، وعشان بحبك عايز لك الخير، وانا شايف خير كبير. ف... فنفسي الناس كلها تخش في الخير ده. فبس، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا في هذه الساعه اجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا متقين امامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنا بحبك جدا 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 في الله. السلام عليكم.